كلام النهاردة عن مها الصغير اللي أصبحت ترند الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا. طبعا أنا ما أقدرش أبدا ألغي إن مها الصغير اقترفت خطأ وخطأ كبير ما ينفعش إن الواحد يعديه كده بسهولة. هي نسبت ليها لوحات فنية، قالت إن هي اللي رسماهم في برنامج منى الشاذلي. وبعد فترة، بعد أسبوعين من إذاعة البرنامج، طلعوا الفنانين الحقيقيين والرسامين الحقيقيين قالوا إنه الرسم ده بتاعنا إحنا وإنه هي نسبته ليها، وده طبعا مش صح. أنا النهاردة مش جاية أبرر الغلط ولا جاية أقول إنه اللي هي عملته ده ينفع إن هو يعدي كده عادي، لكن اللي ما ينفعش إن إحنا نفضل نجرح في غيرنا ونأذي غيرنا ونحط لوم كبير عليهم. يا جماعة احنا بني ادمين والبني ادم خطاء، طبيعي ان احنا نغلط، طبيعي انه نغلط ونعتذر ونسامح بعض على الخطأ. يعني هي مادام اعترفت بغلطها خلاص الموضوع انتهى، حتى لو هي اعترفت بغلطها ده بعد ما الموضوع اتعرف يكفي برضو ان هي حست بالذنب. هي لو اساءت لحد فهي اساءت بالاكتر لنفسها، هي خلت كل اللي حواليها ما يقدرش يثق فيها من تاني ويفقد الثقة فيها. طبعا في ناس كتير حطت اللوم عليها وناس كتير قعدت تقول انه رصيد الستر عندها خلص وانه ده ربنا بيجيب حق احمد السقا وكلام كتير زي ده. انا شايفة الموضوع ما يمشيش كده خالص، ما ينفعش ان احنا نربط القصص ببعض، ومش علشان كان في موضوع انفصال ما بين احمد السقا ومها الصغير ان احنا نربط المواضيع ونكبر الدنيا. هل اي اتنين بينفصلوا دي حياتهم الخاصة، في بيبان مقفولة عليهم، محدش يعرف الحقيقة فين، محدش يعرف مين اللي موجوع ومين اللي مظلوم. دي حياة الخاصة لأشخاص، احنا ملناش دعوة بالقصة دي. كل اللي نقدر نقوله ندعي لهم ان ربنا يبارك لهم وربنا يوفقهم ويجمعهم تاني على خير لو في خير. لو ما فيش خير يبقى ينفصلوا بكل احترام، هم شخصيات معروفة ليهم كل الاحترام، احنا بنحبهم جدا وبنحترمهم جدا. اذا كان احمد السقا فهو فنان جميل وفنان جدع وكل جمهوره بيحبه وبيحترمه بغض النظر عن الامور الشخصية، احنا ملناش دعوة بيها، احنا مش طرف فيها. ونفس القصة مها الصغير، اعلامية كبيرة ليها احترامها وليها محبتها. مها الصغير لو أساءت لحد فهي أساءت لشخصها بالأكتر، فقدت ثقة الناس ليها، خلت الناس تقدر إنها ما تصدقهاش وتشكك في اللي هي بتقوله، لأن هي طلعت في البرنامج وقالت إن الحاجة دي منسوبة ليها. فده شيء غلط، أنا مش ببرر الغلط، لكن أنا بقول إحنا مين علشان نقدر نحاكم اللي حوالينا؟ إحنا مين علشان نفضل ماسكين لها كده الغلط اللي هي غلطته ونفضل نجلد فيها طول الوقت؟ محدش فينا راعى الظروف النفسية اللي هي مرت بيها، محدش فينا حس بوجعها وبتعبها. كتير قوي من الستات اللي بتمر بتجارب صعبة سواء كان بوفاة والدها أو انفصالها عن زوجها زي ما حصل، بيمروا بظروف صعبة بتخليهم نفسيا عايزين يثبتوا لكل اللي حواليهم إنه أنا أقوى، إن أنا قوية. حتى لو أنا كنت مسنودة على الشخص ده في مرحلة من حياتي فأنا من غيره أقدر أكمل، وإن أنا قوية وإنه أقدر أستمر، وعايزة أثبت ده للناس. بس للأسف هي حاولت تثبت ده بطرق مش لطيفة، لان هي اوريدي موهوبة، هي اوريدي فعلا بتعرف ترسم وعندها مواهب حلوة جدا كان ممكن انها تستغلها وتطلع فنها والناس كانت هتحترمها عليه اكتر واكتر. لكن ما ينفعش ان انا برضو امسك في حد مجروح وحد موجوع واقول له انت ليه عملت كده. عايزاكم تفتكروا ان احنا بني ادمين والبني ادم خطاء، عايزاكم تفتكروا انه محدش فينا ما بيغلطش، من منكم بلا خطية، كلنا بنغلط. ولولا ان ربنا ساتر على اغلاط كل واحد فينا صدقوني ما كانش حد فينا هيقدر يبص في وش التاني لو اغلاط كل واحد فينا اتكشفت على العلن. فارجوكم خلوا في قلوبكم رحمة، خلوا في قلوبكم انسانية، ادعوا لها ان ربنا يعديها من الازمة دي على خير، لان كل كلامنا السلبي ممكن يكون بيأذيها وبيجلدها بطريقة غير مباشرة. انتوا مش حاسين بالوجع اللي هي ممكن تكون فيه، ومش حاسين بالأذية اللي هي ممكن تكون مرت بيها نتيجة الضغط اللي بقت بتتحارب بيه من كل الناس ومن السوشيال ميديا. الموضوع صعب جدا، عدلها انها تعدي الازمه دي على خير، بلاش نجلد في بعض، خلونا نتعامل مع بعض على اننا بني ادمين، نقبل الاعتذار اللي هي اعتذرته، حتى لو هي اعتذرت بعد ما الموضوع انكشف برضو اعتذارها مقبول، هي بني ادمه والبني ادم خطاء.
يخلوا في قلوبنا رحمة. احنا بني ادمين، والبني ادمين لازم يرحموا بعض، لازم نحس بوجع بعض، لازم نحس بالتجربة اللي هي مرت بيها، ربنا يعينها ويعديها منها على خير. وبتمنى من قلبي انه كفاية بقى حملة سلبية عليها، خلونا نوقف الكلام السلبي، خلونا ندعمها ونقول لها ان احنا فعلا مسامحينها وقابلين اعتذارها، وربنا يعينها على اللي جاي. ويا رب يا رب تطلع من التجربة دي اقوى واجمد، واحنا بنحبها وهي شخصية جميلة، هي واحمد السقا، وربنا يبارك لهم في حياتهم. ونفتكر ان عندهم اولاد ما ينفعش نجرح فيهم اكتر من كده، لان هم نفسهم بيتوجعوا. ولا انتوا رايكم ايه؟